مساء الفل على الكل حبايبي الزملكاوية، يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. اعذروني إني غبت كام يوم، بس أنا قاعدة كده براقب المشهد من بعيد، ولازم أقول كلمتين. الناس اللي محسوبين علينا زملكاوية، انتوا مش زملكاوية. أصحاب بعض الصفحات والجروبات، انتوا مش زملكاوية، ولا بتحبوا الزمالك، ولا بتفكروا في مصلحة الزمالك. الناس اللي كانت بقى بتشتغل في النادي وخرجوا لأي سبب، مشيوا من أي سبب، سواء بقى إداريا، عضويات، إعلام. هجومكم على الزمالك الفترة اللي فاتت، عمرنا ما هنسامحكم على اللي انتوا عملتوه. قعدتوا تنادوا النادي، العزبة، حرام، انقذونا. أول مرة أشوف ناس بتطالب مجلس منتخب من جمعية عمومية إنها تمشي. أول مرة أشوف ناس بتطالب بلجان تدير النادي. أنا عندي سؤال ليكم يا حلوين، يا اللي اتكشفتوا خلاص، وأيا كان اللي هيجي ماسك إدارة الزمالك، انتوا مالكوش مكان، لأنه بقيتوا مكشوفين. أنا عايزة أسألكوا سؤال. قعدتوا تقولوا الهد ومش الهدم، وناس تقول لك ده في رجال أعمال كتير جدا عايزة تساعد الزمالك وتدفع غرامات، بس مش عايزة تعمل دوت في وجود مرتضى منصور وأولاده. بجد؟ طب ووقف القيد اللي بقوا أربعة وقف قيد، وفريق السلة مش عارفين، مش عارفة ايه، القيد واقف، وفريق الطايرة القيد واقف، فريق اليد عليك ديون. حضرتك حد من رجال الأعمال قال الناس اللي كانت بتقول أصل وجود مرتضى اللي بيمنعنا حاولت من معاها حبا في الزمالك تساعده وترفع حاجة؟ لا. كله مستني يعرف الانتخابات هتبقى مين اللي قاعد على الكرسي. هما مين دول اللي عايزين يرشحوا نفسهم؟ هو انتوا عملتوا ايه للزمالك؟ وشايفه فيديو كده لطيف قوي، قال لك كل رموز الزمالك القدامى واللعيبه القدامى مجتمعين حبا في الزمالك. ده بأمارة ايه؟ بأمارة ان مين فيكم عمل ايه؟ مين فيكم مش من اكتر من مره تم دعوته لنادي الزمالك وكنتوا بتقولوا لا؟ ده الأنقح. هو انتوا مش كلكم سمعتوا المكالمه الشهيره ل... لكابتن احمد سليمان وهو بيهين باقذر الالفاظ حازم امام، كابتن حسن شحاته، وفاروق جعفر؟ ما سمعتوش الالفاظ؟ وفاجئ ان هم قاعدين جنبه امبارح وكلهم مبتسمين. الله، يبقى الموضوع مش موضوع شتيمه. ما انتوا بتقولوا اصل مرتضى بيشتمنا، يا راجل ده قال عليكم الفاظ. يعني الواحد يعني لو يعني عارفين اللي هو تيت صفارة، يبقى كل الكلام ده يبقى صفارة، عشان مش هينفع الكلام يتعاد. طب ما انتوا سامحتوا وقعدتوا كل ده عشان مصلحة الزمالك؟ عملتوا ايه للزمالك؟ هو كابتن حسين السيد وفاروق جعفر لما كانوا في النادي كانوا بيعملوا ايه؟ هم غيركم عملتوا ايه؟ قعدتوا تحاربوا وتقولوا اصل الالفاظ، اصل الشتيمه، ده انتوا قاعدين مع بعض، ده انتوا اتقال فيكوا شتيمه ما شاء الله، فجاه كلكم بقيتوا بتحبوا بعض وقاعدين جنب بعض، وما بقاش كانه ما حدش شتم. انتوا عايزين ايه من الزمالك؟ عزبة ايه؟ انت نسيت كم البطولات اللي مجلس الإدارة دي جابها لك؟ انت نسيت الصفقات يا راجل؟ ده النادي التاني اللي عمال يتريق عليك هيموت كان وياخد كهربا خده، هيموت. وإمام اللي شتمه ومرمطه وبهدله سعيد بوجوده طول النهار يقول فيه شعر. هيموت على فتوح وعلى زيزو. دول هيموتوا ان زيزو قال جماهير الزمالك بتشجع الزمالك علشان يكسب، مش بتشجعه عشان بيكسب. يعني كل دي صفقات مين؟ مش صفقات مرتضى وولاده؟ ولا الناس دي كنتوا انتوا لاقيينها؟ هو ساسي وبن شرقي و ما تقولوش اصله كان بياخد فلوس من، ما هو ممكن ياخد فلوس بس ما عندوش رؤيه يجيب صفقات. ومش ممدوح عباس قال على محمد صلاح ما يصلحش. هو جاب اجوجو ده كان يعرف يلعب؟ ده النادي التاني ما فيش صفقه بيجيبها ناجحه الا لما بياخدها من الزمالك. عمركم شفتوا ناس زملكاويه بتحارب؟ يعني انا اقصد، يعني انا بس عايزه اقول لكم حاجه. يعني لو في حد، يعني احنا بنقول المنافسين كاعلام وكادارته وكجمهوره نفسه الزمالك يقع، عارفين بيخلوه يقع بايد مين؟ بايد اللي محسوبين على الزملكاويه. بس عارفه انا املي في ايه؟ في جمعيه عموميه. الجمعيه العموميه مش هيضحك عليها. اوعى تفتكر الكام صفحه اللي بتطبل لك انت ولا هو، ولا كام جروب بيطبل لك انت وهو، ولا اليوتيوبر اللي بيطلع يتكلم، ولا واحد قبل كده كان مشي من نادي لاي سبب من الاسباب وبيدافع عنكم.
إن هو ده اللي هيخلّيكم تنجحوا في الانتخابات. الجمعية العمومية، أنتم دمّرتوا الزمالك، أنتم سبب اللي بيحصل في الزمالك، وعُمر التاريخ ما هينسى، وأنتم مش زملكاوية، الجروبات دي أنتم مش زملكاوية، ما فيش حاجة اسمها أصل بُص وولاده ما المشاكل دي مشاكل يا راجل ده أنتم طبعًا كلّكم عارفين مين بيقول اللعيبة اللي كانت محترفة عندنا من سنين السنين من قبل ما ييجي مرتضى منصور ارفعوا قضايا على الزمالك، كلّكم عارفين مين طبعًا، ده في واحد منهم طلع لاعب مش فاكرين اسمه قال لك فلان الفلاني عضو مجلس إدارة سابق. أنتم يا جماعة أنا حزينة إني عِشت لليوم اللي شُفت فيه جماهير وسوشيال ميديا بتدمّر ناديها، أندية تانية المسؤولين فيها عليهم مليون علامة استفهام، مليون علامة استفهام، يا راجل دول عاملين من الراجل الهارب أيقونة وبيستشهدوا بكلامه، طب تخيل أنت كل الوقوع اللي أنت فيه دوّة وهُم صفحاتهم وجروباتهم 24 ساعة مش بتتكلم غير عليك. عارفين أنتم ليه هاجمتوا مرتضى وكانوا عايزين يحاربوا وخلّوكم أنتم الأداة اللي بيحاربوا بيها؟ لإنه الوحيد اللي كان بيرُد، والوحيد اللي كان بيعرف يجيب حق الزمالك، والوحيد اللي في عهده جِبت بطولات، والوحيد اللي رجّع الجمهور، والوحيد اللي أكرم الجمهور، والوحيد اللي كان بيسفّر الجمهور، هو ده. أنت عملت أوتوبيس النادي بتاعك قبل النادي المنافس، أنت لمّا عملت قناتك هم عملوا تجديد للقناة عندهم، أنت كنت السبّاق. أمّا رئيس ناديك كان بينزل يتصوّر مع الأعضاء ويحضنهم، هناك بيقلّدوه. بس أنت هدّيت كل ده، هدّيت كل ده ونسيت كل الحاجات الكويسة اللي حصلت، ومشيت ورا نغمة العِزبة والله هناك في برضه عِزبة، وفي جوز بنت ابن العُمدة، وفي مش عارف مين، بس أنتم للأسف، للأسف محسوبين علينا غلط، بس كلّكم مكشوفين ومعروفين، والناس اللي أنتم واقفين وراهم واللي بيرشّحوا نَفْسهم ما حدّش فيهم هينجح إطلاقًا. الزمالك كان زمالك بكيان، أنتم اللي اخترتوا كل شوية إدارة ولجان، إدارة ولجان وهدم وقيد، وبرضه لسه عايزين تشوّهوا، الراجل مشي يقول لك هو اللي عامل المشاكل دي كلّها، هو ده هو لو كان موجود، ده لحد قبل ما يمشي، القيد هيترفع إمتى؟ هتجيب صفقات إمتى؟ هنلعب مش عارف مين إمتى؟ دلوقتي ما بتتكلموش ليه على صفقات وقيد وفين الصفقات ده أنتم كل شوية تسمعوا وقف قيد وأنتم مبتسمين ومبسوطين، المهم مرتضى مشي، أنتم عار علينا. وعمر التاريخ ما هينسى اللي أنتم عملتوه فينا، وأنا عارفة وواثقة كويس جدًا الجمعية العمومية عمرها ما هتمشي وراكم. أهلا سلام.